ليش بطاطسكم 60؟ طيب اول شيء عشان عندنا نوع اللحم نفسه، طبعا يفرق نوع اللحم من لحم للحم. نقدر نبيع الصحن عادي ب 500 ريال، ونقدر نبيعه ب 20 ريال. احنا اخترنا يعني نوع المناسب والمتوسط يعني. يعني قصدك انه نوعية اللحمة تفرق في السعر؟ بالضبط، زي ما في حري نعيمي الى اخره. نفس الشيء في الستيكات، نفس الشيء. طيب تتوقع بتنجحوا لو فتحتوا في الرياض؟ ان شاء الله، ليش لا؟ بالعكس سوق الرياض سوق كبير ودائما الفرصه موجوده. اكثر سؤال العالم تسأل عنه، كم دخل البسطة يوميا؟ والله دخل البسطه نقول الحمد لله. يعني تقريبا من الى؟ يعني كل احد بيجرب يسوي حسبة، بس في النهاية احنا لسه ما سوينا الحسبة الأساسية نشوف كم اللي هو الربح النهائي أو إيش ما يكون. احنا يعني ما نبغى تفاصيل، بس نبغى نعرف فوق ال100 ولا تحت ال100؟ 100 ريال 60 ريال بس. 60 ولا 100,000؟ 60 ريال سعر الصحن. الله يبارك لكم. كلمة بسطة جاتنا البساطة، بس ليش أسعاركم غالية؟ احنا كلمة بسطة ماخذينها انه مبسوطين. ايه اوكي. بالضبط. ايه. كم أغلى صنف عندكم وإيش هو؟ اليوم نزلنا أكثر صنف سعره مرتفع ب 260 ريال. عبارة عن، هو جديد، عبارة عن ستيك واجيو ياباني. طبعا هذا سعر الكيلو حقه يوصل فوق ال 1200 ريال. الكيلو؟ الكيلو ايه. طب إيش يفرق في الطعم؟ الطعم يفرق انه يدغدغ لك اللسان. يعني أنت دحين لو رحت مكان ثاني تعرف الواقي الياباني من الأسترالي؟ عارف الواجيو الياباني عن الاسترالي عن البرازيلي عن الروسي، الحمد لله. الله يديك الصحة والعافية. إيش منتجكم الجديد؟ في المطعم ان شاء الله حيكون في البرجرز، حننزل برجرات يا إيش خطتكم لما بعد رمضان؟ المطعم تنورونا في المطعم. حياكم، الله يديك يسعدك. العافية. الله يعافيك.